حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، وحشتوني جدا جدا، دايما بتوحشوني. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض المهام الادائيه. الموضوع سهل وبسيط، 35 درجه، اوعى تضيعهم طبعا. يلا كده معايا نشوف هنعمل ايه مع بعض في اول مهمه. بس قبل ما ابتدي، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو انزله يجيلك اشعار. ولو انت اوريدي معايا في القناه ومنورني، متنسوش لايك وشير على قد ما تقدر عشان اكبر عدد يستفيد. يلا يا سنة 5، let's start. اول حاجة، اوعى تنسى البيانات، كل حاجة هتكتبها عليها درجة. السكول اكتب اسم مدرستك، الكلاس فصلك، نيم اسمك، الديت التاريخ اللي انت اديت فيه المهمة بتاعتك دي وامتحنتها. البيانات دي طبعا لازم تملاهم اول حاجة. بعد كده يلا نخش مع بعض هنشوف ايه المهمة بتاعتي. عنوانها ايه؟ sports we have in Egypt، الرياضات اللي موجودة في مصر. sports in Egypt are various، هي متنوعة. الرياضة في مصر مالها various، متنوعة. football is the most popular sport، كرة القدم هي اكتر لعبة مشهورة ومحبوبة فين؟ في مصر. The players in each sport wear and use different equipment، بيقولك ان اللاعبين في مختلف الرياضات التانية بيستخدموا يرتدوا اشياء مختلفة وادوات مختلفة. بيقولك write about، اكتب عن what's your favorite sport، رياضتك المفضلة. Number 2، are you good or bad at it، هل انت جيد ولا سيء فيها. Number 3، which equipment do you use to play it، ايه الادوات اللي بتستخدمها عشان تلعبها. Number 4، what do you wear، انت بترتدي ايه وانت بتلعب الرياضة دي. اوكي، اول جملة معايا كده، يلا نحل مع بعض نشوف هناخد اول جملة معايا ايه. هقول اول حاجة my favorite sport، my favorite. انا بقى عايزة اتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن رياضتي المفضلة. هقول له my favorite sport، اختار اي رياضة تعجبك. في ناس ممكن تكتب فوتبول، ممكن تكتب تنس، سويمنج، الرياضة اللي انت، كاراتيه، الرياضة اللي انت تعجبك اكتب عنها. انا النهاردة هكتب عن التنس. my favorite sport is تنس. ماشي، وتحط الفول ستوب. انت كده خلصت الجملة بتاعتك. تعالى نكمل مع بعض. هقول ايه؟ انا عايزه اقول، انا خلاص قلت له رياضتي المفضله ايه هي. يلا نقول له بقى ان انا جيده فيها، اكيد بحبها ورياضتي المفضله يبقى انا شاطره فيها. هقول له I am good at tennis، انا جيده فين؟ في التنس. I am good at tennis. اوكي، ادي تاني جمله. طب يلا نقول بقى احنا بنستخدم ايه، الادوات اللي بستخدمها وانا بلعب تنس. فاكرين كنا بنستخدم ايه؟ اكيد طبعا بستخدم ايه؟ الراكت المضرب، وبستخدم تنس بول كرة التنس. يبقى هقول له I use a racket. يلا كده معايا جمل سهلة وسيمبل وبسيطة قوي. بستخدم المضرب and tennis ball. يعني ايه تنس بول؟ كرة التنس. بستخدم المضرب وكرة التنس. طب يلا نقول له بقى احنا بنلبس ايه واحنا بنلعب الرياضة دي. هقول له I wear، انا برتدي. I wear my t-shirt، بلبس التيشيرت، and shorts، وبلبس ايه؟ الشورتس. تمام، I wear my t-shirt shorts. خلاص. طيب يلا نقول جملة كمان. هقول ايه؟ I enjoy playing tennis، انا بستمتع. I enjoy playing tennis، انا بستمتع بلعب التنس. ادي الباراجراف او المهمة الاولانية عندي very simple. اوكي، يلا نشوف بقى مع بعض المهمة اللي بعد كده. عنوانها ايه؟ legumes we grow in Egypt، البقوليات اللي بنزرعها فين؟ في مصر. طبعا ما ننساش برضو البيانات بتاعتنا. اوكي، ما ننساش البيانات بتاعتنا نكتبها. اول حاجة البيانات، كل حاجة عليها درجة. بيقول لك there are many kinds of legumes we grow in Egypt، في كثير من البقوليات بنزرعها في مصر. such as lentils، زي العدس، peanuts الفول السوداني، and chickpeas الحمص. وده طبعا بطل اللي انا هكتب عنه المهمة هنا. هتكلم عن ايه؟ chickpeas اللي احنا واخدينها في unit 1، الحمص. they are very healthy food، هم اكلات صحية او طعام صحي، ده اكيد طبعا.
تعال نشوف. بيقول لي write about which legume do you like. اي نوع من البقوليات انت بتحبه. هنتكلم طبعا عن chickpeas الحمص. Number 2 what dishes can you make with it. ايه الاطباق اللي ممكن تعملها بالحاجه اللي انت بتحبها من البقوليات. طبعا احنا اخترنا chickpeas فهتكلم عنه. ايه الاطباق اللي ممكن اعملها. What other ingredients do you add to it. طب ايه اللي انت بتحطه عليها. يعني في ناس هتختار حاجات مختلفه. ممكن يتكلموا عن اللينتلز، عن البيناتس. طب انا هستخدم التشيك بيز. بيقول لك بتضيف عليه ايه كمان في الوجبه بتاعتك. How is it useful to our bodies. هو ازاي مفيد ومهم لاجسامنا. تعالوا اول حاجه هنقول ايه. ناخد كده من فوق ونكتب، نساعد نفسنا ونكتب جمل سهله. هرجع للسطرين دول اكيد عاوز استخدم منهم جمل. هقول ايه. اول جمله هقول there are many kinds of legumes. many kinds of legumes. في كثير من انواع البقوليات. تمام. وممكن بقى نزود عليها ونقول in Egypt كمان. يبقى احنا كده اختصرنا شويه in Egypt وحط الفول ستوب بتاعتك. بعد كده بيقول لك ايه. which legume do you like. اول حاجه هتكلم عنها هقول له I like chickpeas. اول جمله هقول له I like chickpeas. انا بحب ايه الحمص. I like chickpeas. بالراحه كده وحاول تشوف الجمل معاك هتلاقيها سهله قوي. انا جهت chickpeas قول I like بس وهتاخد chickpeas. وهنا قلت there are many kinds of legumes in Egypt. بلاش بقى we grow ممكن نقول in Egypt وخلاص. تمام. بعد كده هقول له ايه. chickpeas are important. chickpeas مهم طبعا. دي جمله chickpeas are important. chickpeas مهم طبعا. طب ايه كمان. هقول بقى what dishes can you make with it. انا ما اقدر اصنع منه ايه. هقول كشري طبعا. I can make كشري. I can make كشري with chickpeas. بعرف اعمل الكشري بالايه بالchickpeas. طب يا ترى ايه اللي انا ممكن بضيفه. ايه اللي انا بضيفه كمان على الchickpeas. اما اجي اعمل الكشري بحط ايه. هقول له I add. انا بضيف. جبتها برضو من السؤال. بص كده بس طبعا هتغير البروناونس الضمائر. هقول له I add. انا بضيف ايه. بضيف للكشري ايه رايس. باستا. بحط له مكرونه. تمام. يبقى انا قلت له وكمان بحط له عدس lentils. دي جمله. what لا خلصناها دي. بيقول لي how is it useful to our bodies. هو ازاي مفيد. هقول له للchickpeas. فاكرين كان بيعمل ايه. كان مفيد للجهاز الايه الهضمي. هقول له chickpeas help our digestive system. help our digestive system work well. هو بيساعد الجهاز الهضمي انه يعمل بشكل جيد. يبقى تاني نقول كده مع بعض. there are many kinds of legumes in Egypt. في كثير من البقوليات في مصر. الجمله اللي بعد كده تقول I like chickpeas. انا بحب chickpeas. chickpeas are important. ممكن تقول important ingredient. هو مكون مهم. I can make كشري with chickpeas. انا بعمل الكشري chickpeas. I add rice, pasta, lentils. انا بضيف الرز والمكرونه والعدس للكشري طبعا. بعد كده بيقول لي chickpeas help our digestive system work well. chickpeas بيساعد الجهاز الهضمي انه يعمل بشكل جيد.